يسعد اوقاتكم. جبت لكم اكله طيبه وسريعه التحضير، صغار وكبار بيحبوها. هي بيج ماك تاكو. بنعمل هلا المكونات: الصوص الخطير الخاص فيني، بنضيف معلقتين مايونيز، بصل مفروم ناعم ومخلل مفروم ناعم. بنضيف هون الخردل الايطالي او حيلا نوع خردل، مو شرط يعني ايطالي، حسب المتوفر عندكم. يلا بينو على الوش مع الزينة وافوكادو وجبنة. بنورجيكم من بعدين التفاصيل. هلا هون جهزت الصوص اللي خبرتكم عنه، هو مخلل وبصل مايونيز وسنة. كنت محضرة اللحمة، حطيت لها ملح وبهار بس، وهلا رح ابلش ادهنها على الخبزة وتكون المقلاية عندي حامية. فيكن تجيبوا خبزة أكبر، وفي يعني إنه تجيبوا خبزة صغيرة، بس أنا ما كان متوفر خبز القياس الأكبر بالبوتيك، فاضطريت أجيب الصغيرة. كمان بتصير يعني طيبة ونفس الشي، بس إنه اختلاف حجم الخبزة وهيك يعني بيرغبوها الأولاد أكتر. بترطبوا ايدكم شوية مي مشان ما تلزق اللحمة على الكفوف. بعد ما خلصت مد اللحمة على الخبزة بنحطها هيك بهالشكل لحتى يستوي أول وش. يا سلام، اسمعوا الصوت، طرب من نوع آخر. نقلبها. يا سلام. وهلا هيك بنجي على الشكل النهائي. بنضيف الجبنة والمايونيز اللي حضرناه اللي خبرتكم عنه، شوية خس، افوكا، بصل احمر. هاي الاضافات انتو بتضيفوها حسب الرغبة، حسب انتو شو بتحبوا. في ناس ما بتحب البصل، في ناس بتحب، اذا بدكم حر بالنهاية، واذا لا على كيفكم، واذا ما بدكم ما بتضيفوا. يا سلام. بعد ما خلصت صار لازم ندوق. انا حطيت لها شوية حر لانه بحب الحر. عن جد الخليط رهيب يعني مع بعضه. جربوها رح تحبوه. هاي لقمة تانية لحتى نتأكد من جودة الطعم. طيبة عن جد، جربوها كتير رح تحبوها، الولاد قبل الكبار كمان، وسريعة التحضير. لا تنسونا من اللايك والشير. باي باي، بنشوفكم فيديو جديد.